بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. من قناتنا سيرة قديسين وشهداء وآباء نقدم لكم اليوم سيرة الشهيدة القديسة سيسيليا شفيعة الموسيقيين والمرنمين. استشهدت القديسة سيسيليا في 177 ميلادية في روما، وتم اكتشاف جسدها الذي لم يصيبه الفساد في عام 1599. ويعرف أن جسد هذه القديسة هو أول جسد قديسة اكتشف سليما دون أن يصيبه فساد. تعتبر عذراء وشهيدة وشفيعة ترانيم الكنيسة. كانت سيسيليا من عائلة نبيلة من روميا، آمنت بالمسيح في السر عن والديها وهي شابة، وجاء يوم أراد فيه والدها زفها إلى أحد الشبان الوثنيين اللامعين، وإذ لم يكن في طاقة يدها أن تمانعهم رضخت وأسلمت أمرها لله، بعدما كانت قد أخذت على نفسها في السر أن تبقى عذراء للمسيح بتولا. وليلة الزفاف بعدما انصرف الناس وتركوا سيسيليا وزوجها فاليريانوس وحيدين، قالت سيسيليا لزوجها: أريد أن أكشف لك سرا، سمة ملاك واقف هنا هو حارسي وحارس عذريتي، وهو متأهب للدفاع عني. أنت لا يمكنك أن تراه، ولكن إن مددت يدك ولمستني فلسوف يقتلك. فانذهل فاليريانوس لكلامها، وإذ كان شهما ونبيلا قال لها بعد صمت: وأين هو الملاك؟ لما لا أستطيع أن أراه أنا أيضا؟ فأجابته: لأنك لا تعرف الإله الحقيقي، ولا طاقة لك على رؤية الملاك طالما لم تؤمن بالمسيح وتغتسل بمياه المعمودية. بعد كلامها له آمن واعتمد فاليريانوس، وبعدما تم له ذلك تراءى له ملاك من نور، فتهلل وقام إلى أخيه تيفيروتيوس فبشره وهداه. هكذا سلك الثلاثة في البتولية. وقد قيل عن تيفيروتيوس إنه بلغ من الفضيلة مبلغا خوله مخاطبة الملائكة. في تلك الأثناء اندلعت موجة عنف جديدة على المسيحيين في روما، وأخذ عدد منهم يستشهدون. ولما كان الخوف سيد الموقف والناس يتوارون والسلطات تحظر على أيا كان دفن الشهداء، انبرى فاليريانوس وأخوه تيفيروتيوس وأخذ يتسللان ليلا إلى حيث كانت أجساد القديسين الشهداء ملقاة، ليأخذاها ويدفناها بإكرام جزيل. كما عمد إلى توزيع الصدقات على المسيحيين المحتاجين في مخابئهم. وفيما كان مجددين في عملهما هذا داهمهم الجنود وألقوا القبض عليهم وساقتهما للموت. أما سيسيليا فجاءت وحملت جسدي زوجها وأخيه ودفنتهما. وكان طبيعيا أن يثير عملها الشبهة، فلاحظتها عيون الحكام، فتبين أنها تقوم بأعمال اعتبروها مخلة بالنظام العام، وأنها تبشر بالمسيح. ويقال في هذا الصدد أنها تمكنت في ليلة واحدة من هداية 400 نفس إلى المسيح. إذ ذاك قبض عليها الوالي وسألها: من أين أتيت بالجسارة حتى تبشري بغير دين أجدادها على هذا النحو؟ فأجابته: من نية صافية وإيمان ثابت. فأنزل بها عذابات مرة، جلدا وإيداعا في حمامات زائدة السخونة، وأخيرا أمر بقطع رأسها. هذا وإن رفات الشهيدة موضعة اليوم في الكنيسة المعروفة باسمها في مدينة روما، وينظر إليها في الكنيسة كشفيعة للمرتلين والموسيقيين الكنسيين. سبب ذلك كامن في أخبار استشهادها، إنها فيما كانت الآلات الموسيقية تعزف الفرح يوم زفافها كانت هي ترتل وتسبح الله في قلبها. بركة صلواتها وشفاعاتها فلتكن معنا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.